ابتديت بقى لما اكبر شويه في سن ال 12 13 سنه، رحت اختبارات النادي الاهلي وما وفقتش فيها، ما خدونيش. ما ف... رحت الزمالك قبليها، وكانوا قبلوني عن طريق كابتن حماده امام، اه لان كابتن حماده امام الله يرحمه. اساسا الله يرحمه اساسا من المنيره. اوكي. انا لما طلعت ولعبت هو كانوا مشوا يعني والده وهو متربي في المنيره، بس انا لما ابتديت اكبر شويه كانوا هم عزلوا من المنيره يعني. لكن كان بيجي يتفرج مثلا في دورات رمضانيه بتاع، فمره شافني، كانوا جايبينه عازمينه زي نجم كبير طبعا طبعا. من نجوم الكره المصريه، فبيتفرج في الدوري وبتاع، فشافني، فراح قال لي تيجي نادي الزمالك وبتاع، قلت له ماشي، راح مديني على ميعاد. فكره يا اه كابتن حماده ربنا الله يرحمه الله يعني، يرحمه. كل ما اجي اتكلم مع حد من اللعيبه الكبار اللي زي اه حضرتك، السن بتاعكو اه او حتى اللي بعدكم كمان بشويه، ايوه يقول لي كابتن حماده اللي ودانا الزمالك، دي حقيقه. سواء اهلاوي او زملكاوي. ما خلي بالك بقى، والده كان من اكبر الناس في نادي الزمالك، طبعا طبعا. حارس كبير. وبعدين وهو يقال يعني كابتن حماده من في الستينات من الناس اللي عملوا شعبيه كمان لنادي الزمالك. الله كان طبعا كان طبعا. كان يعني نجم وعمل. فهو كان مرتبط طبعا بنادي الزمالك، وبعد كده لا اقصد حازم، ان فالعيله كلها يعني. عينيه كانت كويسه كمان الله اه يرحمه. اه 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 كان اه بيشوف مين يعني بدليل ان انتوا كلكم حتى اللي راح الاهلي تالق وبقى نجم كبير في الاهلي. ففعلا رحت اختبارات الزمالك وقبلت فيها، والمفروض بقى ان اروح ادي استمارات وبتاع، ما رحتش.